رجعنا تاني بعد الفاصل عشان نعمل أكلة حلوة تقدري تاكليها. ممكن العيال ياكلوها سخنة وممكن ياكلوها باردة، ده أو ده حلو. هنعمل رز بلبن بالشوكولاتة. ازاي يا غالية؟ ما العيال بيحبوا الشوكولاتة وبتبقى جميلة وسهلة، وكمان احنا في البرد ده، يعني احنا دلوقتي في أيام السلف، الجو تلج. ايام السلف دي اللي هي يا اما بيبقوا اول 10 ايام في كياك او طوبه بيبقوا سلفينهم من بعض، يا اما بيبقوا اخر 10 ايام بيبقوا تلج ورصرص زي ما انتم حاسين دلوقتي. فايام السلف دي عاوزه حاجات تدفي العيال وتبقى حلوه. هنعمل رز بلبن بالشوكولاته، سهل وبسيط. ده نص كوبايه رز، المقادير دي اللي انا هشتغل عليها. نص كوبايه رز بتغسليها وتنقعيها وتسويها في لبن، هيبقوا قد دول كده. نص كوبايه الرز هيبقوا قد دول بعد ما يستووا. تمام، نص كوبايه رز مستويه في لبن، ومعانا نص كيلو لبن، وكوبايه شوكولاته مبشوره كبيره. تمام، ونص كوبايه سكر، ما تكتريش عشان الشوكولاته والكاكاو الاتنين متحليين فيهم سكر. ومعانا 4 معالق نشا وفانيليا، مش اكتر من كده. وممكن كمان لو انا عشان حاطه الكاكاو خام، لو انت هتحطي كاكاو محلي مع الشوكولاته ما تحطيش بقى سكر خالص، اظبطي السكر على حسب كيفك. لو هتحطي كاكاو محلي مع الشوكولاته المبشوره ما تحطيش سكر، لان هيبقى سكرها زاعق. ما تحطيش سكر خالص. انا عشان الكاكاو خام، فالكاكاو الخام بيبقى مر شويه، فهنحط نص كوبايه سكر على كل ده. تمام. اما حبايبنا بقى اللي انا كنت بتكلم معاهم وبقول لهم كل واحد عنده مشكله يقول لي على الفيسبوك، عاوزاك تقول لي ايه هي مشكلتك وهتحلها ازاي. ايه هي مشكلتك وانت هتحلها ازاي، وبعد كده ندعي لك ان ربنا يفرجها عليك وما يبقاش عندك مشاكل خالص. هنقول المقادير تاني، نقول المقادير تاني يا استاذ هاني. كوبايه رز مسلوقه في لبن، كوبايه رز مسلوقه في لبن، نص كيلو لبن حليب، كوبايه شوكولاته مبشوره، 4 معالق نشا، نص كوبايه سكر، معانا 3 معالق كاكاو خام. لو هتحطي كاكاو محلي مش مشكله زي الفل. فانيليا. لو هتحطي كاكاو محلي مع الشوكولاته ما تحطيش سكر، لان الاتنين فيهم سكر. تمام. هنجيب الرز بقى المسلوق. انا طبعا لولا الوقت كنت سلقته معاكم على الهوا، بس انا عشان انتوا عارفين وقتنا بيبقى ضيق وصغير، فانا سلقته في شويه لبن. بس انت لما تسلقيه استعملي نفس الحله اللي استاذ عادل. يا مدام غالي، صباحك يا استاذ عادل. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. شفت وشوش على السنه الجديده والمواليد اللي عملنا لهم السبوع ده ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم ويخليهم لاهاليهم يا رب. اللهم صل على النبي. الله يخليك. وبعدين اللمه حلوه بين الاسره مع بعضيها والاهل كده، وبعدين ربنا يدي كل الناس يا رب، ويدي لكل حي يا رب. يا رب يا رب يدي كل من كان يا رب. فكويس فكرتنا بالايام الحلوه دي، بالايام السبوع والبتاع الخطيه والابريق والحاجات دي البدائيه دي كانت كويسه والله. شفت يعني اللباريق اللي انا جبتها من درب البرابره دي؟ والله يعني هي حاجات كويسه، ويعني انت فكرتنا انت وما زالوا. هقول لحضرتك حاجه، عندنا في بني سويف وما زال الحاجات دي برضو في الريف اكتر برضو بيعملوها. وبرضو الناس اللي هي الكبيره برضو في السن ده معتقدات برضو كويسه، ودي بتدي تفاؤل للمولود ان هو برضو ودقه الهون دي برضو يعني حضرتك فكرتنا بالايام الحلوه دي كلها الصراحه يعني. ربنا يخليك. الله يخليك. ربنا كده يخليهم لاهاليهم يا رب. ويخلي لكل حي يا رب، ودي لكل اللي نفسه في طفل طبعا، واللي معاه بنت يا ربنا يخويها له بولد يا رب، ولد ولا بنت، كل اللي يجيبه ربنا حلو. طبعا كل اللي يجيبه ربنا كويس، ويطعم كل محتاج يا رب. يا رب يا رب يا استاذ عادل. الله يخليك. فهي فكره البرنامج والله كويسه، يعني انت نسبه المشاهده بقت عاليه جدا والله على قد كده. الحمد لله. نسبه المشاهده ما شاء الله ما شاء الله، يعني تلاقي الناس كلها والله. وفي ناس عندنا بقت تسالني مثلا المدام الست غاليه، طب بتعرف ازاي؟ قلت لهم قال يا جماعه الاتصال مع القناه من اول ما بدات، من ايام قناه 25
وقناه الكساره والكلام ده، ويعتبر الناس يعني اخواتنا وحبايبنا. ربنا يخليك يا استاذ عادل. والحمد لله يعني الحاجات اللي تسلم لنا، طبيعيه ربنا وبدائيه. يخليك، تسلم. الله يخليك، وربنا يزيدكم في تقدم باذن الله. شكرا ليك يا استاذ عادل. المشاهده كتير قوي. شكرا، شرفتني يا استاذ عادل، الف سلامه. كده الرز لما هتسلقيه طبعا هتحطي الاول شويه ميه صغيرين يطرى فيهم الرز، بعد كده تزودي لبن. لما يتسلق وينعم خالص ويبقى بالشكل اللي انت شفتيه ده، هتبتدي تزودي اللبن اللي هتشتغلي عليه الرز ابو لبن. تمام. بس لما يسخن شويه، هنبتدي نحط الشوكولاته عشان تسيح معاه.